مرحبا بكم. دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. هل تخيلتم يوما أن كتابا واحدا يمكن أن يمنع من النشر لقرون، ومع ذلك تجدونه على الطاولة الجانبية لأشهر طغاة التاريخ؟ حسنا، نحن اليوم أمام تحليل عميق لكتاب الأمير للفيلسوف والداهية نيكولو ماكيافيلي. هذا ليس مجرد كتاب، بل هو أشبه بالدليل السري للقادة عبر العصور. في هذا الشرح سننتقل معا من عالم المثاليات الساذجة إلى أرض الواقع الاستراتيجي الصارم، هناك حيث البقاء حقا للأقوى والأكثر دهاء. خريطة طريقنا اليوم واضحة ومباشرة، وتتضمن 6 مفاهيم استراتيجية يقدمها الكتاب. أولاً، سقوط وهم المثالية. ثانياً، استراتيجية الأسد والثعلب. ثالثاً، مسألة الحب مقابل الخوف. رابعاً، الكرم والقسوة. خامساً، الوعود وحاشية القائد. وأخيراً، كيف نروض الحظ. لنبدأ فوراً. القسم الأول: سقوط وهم المثالية، أو لنقل كيف تنجو في عالم مليء بالذئاب. هناك تناقض غريب نعيشه جميعاً. منذ طفولة نسمع دائماً أن الخير ينتصر وأن اللطف المطلق هو الدرع الواقي، أليس كذلك؟ لكن التمسك بهذه المثالية الزائفة وافتراض أن الجميع حولنا يحملون نوايا حسنة يخلق بصراحة نقاط ضعف قاتلة تؤدي للخيانة، سواء كنا نتحدث عن أروقة السياسة قديماً أو حتى بيئات العمل والشركات التنافسية في يومنا هذا. في المقابل، الواقع الاستراتيجي يخبرنا بحقيقة مختلفة تماماً. البشر تحركهم المصلحة الذاتية، الجشع، وديناميكية السلطة. البقاء في هذا الواقع يحتاج إلى دهاء وقوة، وليس فقط إلى نوايا طيبة. وهذا التناقض بالتحديد يقودنا إلى حقيقة صادمة جداً يطرحها الكتاب، وتقول: الرجل الذي يصر على أن يكون صالحاً في كل شيء سيصل حتماً إلى الخراب وسط هذا العدد الهائل من الأشخاص غير الصالحين. قوية، أليس كذلك؟ النقطة الحاسمة هنا هي أن القائد الفعال يجب أن يتعلم كيف لا يكون صالحاً أحياناً، كأنه حرباء استراتيجية يضع أخلاقه جانباً متى ما تطلبت ساحة المعركة ذلك لحماية نفسه من الافتراس. ننتقل الآن للقسم الثاني: استراتيجية الأسد والثعلب، الطبيعة المزدوجة للسلطة. يستخدم المصدر هنا استعارة حيوانية ذكية جدا لتوضيح التهديدات. انظروا، الأسد بقوته الغاشمة يرعب الذئاب، ولكنه للأسف أعمى عن الفخاخ، لأنه بكل بساطة لا يجيد لغة المكر. من ناحية أخرى لدينا الثعلب. الثعلب بدهائه يكتشف الفخاخ بسهولة تامة، لكنه أضعف من أن يواجه الذئاب ويروع الأعداء. الخلاصة: إتقان كلتا الصفتين معاً هو السبيل الوحيد للنجاة. يجب أن تقرأوا ما بين السطور بذكاء الثعلب، ثم تضرب بقوة مرعبة لا هوادة فيها بأسلوب الأسد عندما يتطلب الأمر. وهذا يأخذنا إلى القسم الثالث، وسؤال القيادة الأبدي: هل من الأفضل أن تكون محبوباً أم مهاباً؟ هنا يقدم لنا المصدر تشريحاً بارداً وبراغماتياً جداً لطبيعة الولاء البشري. فالحب يعرض هنا كرابطة هشة مبنية فقط على الامتنان، ويمكن كسرها بسهولة عندما تتعارض مع المصالح الشخصية لأي فرد. فكروا فيها، نرى اليوم كيف يتبخر ولاء الموظفين أو المستهلكين في اللحظة التي يجدون فيها عرضاً أفضل. لكن الخوف قصة أخرى تماماً. إنه رابط دائم لا ينقطع، لأنه مبني على غريزة البقاء والرعب العميق من العقاب. الكتاب يجادل بأن الخوف أداة موثوقة أكثر بكثير، لأن الناس قد تنسى الحب عندما تتغير مصالحها، لكنهم أبداً لا ينسون الخوف من العقاب. لكن انتبهوا، هناك شعرة دقيقة تفصل بين المهابة والدمار الكلي. القاعدة تقول: اجعلهم يخافونك، ولكن لا تدعهم يكرهونك أبداً. نقطة التوازن هذه حاسمة. الكراهية تولد عادة من الظلم المجاني، ولتجنبها ينصح التحليل بالابتعاد تماماً عن المساس بممتلكات الآخرين أو شرفهم. فالمرء كما يقال قد يتجاوز أي ضرر آخر أسرع بكثير من نسيانه لمن سلبه حقوقه المالية أو اعتدى على كرامته. القسم الرابع: فخ الكرم والقسوة الاستراتيجية، أو كيفية إدارة الموارد والعقاب.
هذا المفهوم سيقلب كل أفكارنا التقليدية عن السخاء رأساً على عقب. هل تعلمون أن العطاء المستمر والمفرط لا يخلق ولاءً كما نظن، بل يخلق شعوراً مرضياً بالاستحقاق ويستنزف الموارد بسرعة؟ الكارثة الحقيقية تقع عندما تتوقف القدرة على العطاء. فجأة يتحول كل المستفيدين إلى أعداء ناقمين. النصيحة الاستراتيجية هنا هي البدء بحذر شديد وامتناع، بحيث عندما تقررون تقديم عطاء نادر ينظر إليه كمنحة عظيمة ومفاجئة تبني هيبة حقيقية لكم. إذن، كيف نطبق ما يسمى بالمعادلة الذهبية للقسوة الاستراتيجية؟ الأمر يتم ب3 خطوات دقيقة. الخطوة الأولى: إذا كان لابد من إلحاق ضرر، فليكن بضربة واحدة قاضية وبأقصى قوة ممكنة. لا تتركوا أي مجال للتعافي والانتقام. الخطوة الثانية: أوقفوا كل أشكال القسوة تماماً بعد تلك الضربة. والخطوة الثالثة: وزعوا المكافآت والأعمال الصالحة ببطء شديد وعلى فترات متباعدة. هذه الهندسة النفسية تضمن أن تنسى القسوة السريعة، بينما يبقى العطاء المستمر في الذاكرة لتبنوا به الولاء الحقيقي. نصل الآن للقسم الخامس: نقد الوعود والدائرة المقربة، مساحة المرونة وتصفية الحقيقة. نحن هنا أمام إحدى أجرأ القواعد على الإطلاق، والتي تنص على أنه لا ينبغي للقائد الحكيم أن يفي بوعد إذا كان هذا الوفاء سيجلب له الضرر، أو إذا زالت الأسباب التي دعته لقطعه أساساً. المصدر يوضح بصرامة أن العالم يتغير بسرعة، وبما أن خيانة العهود أمر وارد من البشر، يجب أن تكون استراتيجيتكم مرنة كالماء. التمسك الأعمى بوعود قديمة قد يدمر المشروع بالكامل. التكيف وحماية المصالح تأتي دائماً فوق أي التزام زالت مسبباته. ولكن كيف ندير من حولنا لتجنب سم المتملقين؟ الحل يكمن في قواعد صارمة للحاشية. أولاً، اختاروا مجموعة صغيرة جداً من المستشارين الأذكياء. ثانياً، ألزموهم بالتحدث فقط عندما يطلب منهم ذلك لتقليل الضجيج. ثالثاً، كافئوا من يقدم تحذيرات أو حقائق صادقة حتى لو كانت مزعجة. فمن المفارقات المضحكة المبكية أن معظم القادة الذين سقطوا تاريخياً سقطوا بسبب مستشارين أخبروهم دائماً بما يودون سماعه. والقاعدة الرابعة والأهم: يجب أن تتخذوا قراركم النهائي بشكل منفرد تماماً لتحموا عقولكم من غرور المصفقين. القسم السادس والأخير: ترويض الحظ وميلاد القائد، هزيمة القدر بالجرأة. يجسد ماكيافيلي الحظ كنهر هائج. 50% من الأحداث تقع في هذا النهر العشوائي الذي لا يمكن التنبؤ به أبداً، ولكن النصف الآخر يتحكم فيه الإنسان بإرادته الحرة واستعداده المسبق. الفكرة العميقة هنا هي أن هذا النهر سيفيض حتماً في يوم ما، ولكن في أوقات السلم والرخاء يقوم القائد الحقيقي ببناء سدود فولاذية متينة. لا يمكنكم إيقاف النهر حين يهيج، لكن الاستعداد المسبق هو ما يضمن ألا ينهار كل شيء تبنونه عند وقوع الأزمات. وتتوج هذه الرؤية بمبدأ ذهبي: الحظ يحتقر المترددين ويبتسم دائماً للجريئين. يلخص المصدر هنا فكرة أساسية: الفرص لا تطرق أبواب من يكثرون التفكير بلا أفعال، بل تكافئ أولئك الذين يتمتعون بالجرأة ويتخذون قرارات حاسمة ويهاجمون التحديات بقوة ومبادرة، بدلاً من الجلوس وانتظار ما ستفعله به الظروف العابرة. وفي الختام يتركنا هذا التحليل مع سؤال استفزازي عميق جدا. بعد كشف هذه القوانين المظلمة للسيطرة والبقاء، هل يمكن لأي شخص حقا أن يتحمل تكلفة البقاء كمثالي ساذج في عالم تحكمه القوة والمصالح؟ إنه سؤال يتحدى رؤيتنا التقليدية للعالم ويلخص التحول المطلوب من مجرب مشارك مسالم ينتظر الإنصاف إلى خبير استراتيجي يمتلك دهاء الثعلب وقوة الأسد. شكرا لمتابعتكم هذا الشرح، ونتمنى أن يكون قد قدم لكم زوايا فكرية جديدة حول طبيعة السلطة والاستراتيجية.